تخيل معايا كده إنك تقرر قبل ما تنام إنك تاني يوم الصبح هتشتري كيلو بانيه، بس تتفاجئ أول ما تصحى إن كيلو البانيه سعره زاد 10 جنيه مرة واحدة عن امبارح. طبعا أول حاجة بتيجي في بالك هو إيه اللي حصل في الكام ساعة دول عشان سعره يزيد كده؟ وهو إيه اللي بيحدد سعر البانيه أو الفراخ عموما؟ والسعر بيزيد ويقل بناء على إيه؟ قبل ما أجاوبك على سؤالك، ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس لو أنت على يوتيوب، ولو على فيسبوك اعمل لايك وشير. الأول إحنا محتاجين ناخدك في جولة في عالم إنتاج الدواجن عشان تفهم الصورة كاملة. عملية تسعير الفراخ بتكون متوقفة على شوية عوامل كلها مرتبطة ببعض، والتسعير بيتم من خلال أصحاب المزارع، وخليك فاكر ده كويس عشان هنحتاجه قدام. وأول عامل وأهمهم هو تكلفة الأعلاف، ودي أكبر تكلفة في عملية التربية. وفي الغالب الأعلاف بتكون مستوردة، وبالتالي كل ما زاد سعر العلف عالميا أو زادت قيمة الدولار، كل ما زادت تكلفة الأعلاف وزودت سعر الفراخ. والعامل التاني هو تكاليف رعاية الفراخ الصحية والبيطرية، سواء بقى لقاحات أو أمصال أو أدوية أو غيرها، ودي برضو أغلبها بيكون مستورد، وبالتالي مرتبطة بقيمة الدولار زي الأعلاف. والعامل الثالث تكاليف التشغيل زي الكهرباء والمية وأجهزة التدفئة والتهوية، بجانب حجم العمالة وتكاليف النقل والتوزيع. وفي عامل رابع مهم وهو عامل الوقت، فالمربين محكومين دايما بوقت دورة التربية، وهي مدة تربية الكتكوت من عمر يوم لحد ما يوصل لفرخة جاهزة للبيع، والمدة دي بتتراوح بين 30 ل 42 يوم. وبالتالي أي مربي بيكون مطالب إنه يوزع إنتاجه خلال مدة معينة قبل ما يبدأ دورة تربية جديدة. وطبعا أي تكلفة زيادة في أي عامل من العوامل دي بيسبب زيادة في سعر الفراخ أو البانيه. وهنا أنت هتسألني سؤال مهم: طب إمتى وليه بيحصل تغير كبير في الأسعار وفي فترات قليلة لدرجة ممكن الأسعار تتضاعف مرة ومرتين؟ والإجابة إن ده بيكون في ظروف استثنائية، زي زيادة أسعار الأعلاف والأدوية بشكل كبير بسبب أزمات اقتصادية عالمية، أو نقصها من السوق، أو زيادة قيمة الدولار، أو حاجات خارجة عن إرادة المربيين زي نفوق دورات تربية كاملة. وكل ده بيعمل ارتباك في عملية تسعير الفراخ، وبيختل معاها ميزان العرض والطلب، وده بيتسبب إن الناس تبطل شراء أو تشتري كميات أقل بسبب زيادة الأسعار. وهنا بيبدأ ميزان العرض والطلب يختل، لأن الطلب بيكون أقل بكتير من المعروض، ويبدأ الموزعين وأصحاب المحلات يطلبوا كميات أقل من أصحاب المزارع نتيجة قلة طلب المستهلكين. وده بيخلي أصحاب المزارع يزودوا الأسعار باستمرار علشان يعوضوا فجوة العرض والطلب ويغطوا تكاليف الإنتاج. وكل ما كان أصحاب المزارع الكبيرة مسيطرين على حصة أكبر من السوق، بيكون تحكمهم في زيادة الأسعار أكبر، لأنهم بيقدروا يعملوا حسابات العرض والطلب عشان أغلب الإنتاج بيجي من خلالهم. وطول ما الوضع كده بيفضل في حالة من عدم استقرار الأسعار لفترة من الوقت، لحد ما تبدأ العوامل اللي قلنا عليها ترجع تستقر من تاني وتثبت، سواء بقى انخفاض تكلفة الأعلاف أو بدء دورات جديدة أو تدخل الدولة للسيطرة على الوضع وضبط الأسعار. لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، ما تنساش تشترك في القناة، ولو مش عارف اسمع من عارف.